هل الموشن جرافيك مطلوب في السوق؟ خليني احكي لك على اكتر مجال الناس بتتخانق فيه على الاسعار على السوشيال ميديا، وده دليل واضح على حاجه السوق ليه. لو دخلت اي جروب من جروبات الموشن جرافيك ودورت على بوست واحد بس بيتكلم عن تسعير الدقيقه، هتشوف معركه شغاله في الكومنتات. واحد يقول انا دقيقتي ب 4000، وواحد تاني يرد عليه يقول له انا بعملها ب 1500. وناس كتير بتفتكر ان ده تضارب في الاسعار، لكن الحقيقه مختلفه عن كده. الحقيقه ان التسعير ده بيقوم على عده عناصر: الجوده، الخبرة، وتفاصيل كتير بتفرق في سعر الدقيقة. وده أكبر دليل على إن المجال موجود ومفتوح وناس بتشتغل فيه فعلا. في فيديو ممكن يتعمل في 6 ساعات، وفيديو تاني نفس المدة بالظبط ممكن ياخد أسبوع. وده طبيعي لأن الموشن شغل إبداع مش سلعة وبتتأيف على مقاس معين. فلو أنت مبتدئ ابدأ بسعر مناسب لمستواك، بس خليك واضح مع نفسك وطور من مستواك واحدة بواحدة عشان تقدر ترفع سعرك مع كل خطوة بتتقدم فيها. ولو أنت محترف فعميلك الحقيقي مش اللي بيدور على الأرخص، عميلك الحقيقي هو اللي شايف قيمة شغلك ومستعد يدفع مقابل القيمة دي. الخلاصة: أيوة الموشن جرافيك مجال مطلوب وفرصه واسعة، بس دخوله محتاج منك شغل ومجهود وتقدير لقيمة مجهودك ده. أنا أبو زين الهلالي، ارت دايركتور ومدرب دولي. تابعني عشان تشوف كتير من المحتوى ده.